اهلا بيكم. لو بتسمع عن منحة ديبا ومش عارف هي ايه او خايف تقدم تضيع وقتك، الفيديو ده ليك. انا منى وهحكي لكم تجربتي الكاملة وازاي المنحة دي ممكن تنقلك في حتة تانية خالص، مش بس تقنيا لا، كمان في حياتك المهنية كمان. يعني ايه اصلا ديبا؟ ببساطة دي مبادرة من وزارة الاتصالات، هدفها تجهيز الخريجين لسوق العمل الحر والعالمي. في جدول للخريجين وفي جدول للطلاب فرقة تالتة ورابعة. المنحة بتبقى غالبا مدتها 6 شهور. يعني بالنسبة لي أنا كنت مقدمة في شهر 4، بدأت في شهر 6، خلصت في شهر 12. بتبقى أونلاين، بس بيبقى فيها يوم واحد بس حضور، بيبقى كل أسبوعين وغالبا بيبقى يوم جمعة. وده أحلى حاجة فيها، انت بتذاكر وانت في بيتك. المنحة بيبقى فيها 4 محاور. الناس فاكرة ان هي ممكن تبقى كورس تكنيكال بس وخلاص، بس الحقيقة ان المنحة قايمة على 4 عواميد أساسية. أول حاجة التكنيكال، وأنا هتكلم على التخصص بتاعي. أنا مثلا كنت تراك سوفت وير تيستنج، نتعلم من الصفر لحد ما تعمل مشروع تخرج كامل في مانيوال اي بي اي اوتوميشن، والشرح بيبقى عملي جدا ومعاك كل حاجة، بيتابع معاك خطوة بخطوة. تاني حاجة، كل ده بيبقى مع بعض. يعني مثلا في البداية بيبقى تكنيكال، بعدين يدخل الفريلانس، بعدين الكوتشنج، بعدين انجلش. فبالنسبة للفريلانسنج دي بقى ايه؟ دي زتونة. انت بقى بتتعلم ازاي بقى تفتح حساب على اي موقع عمل حر زي خمسات، مستقل، ابورك. ازاي يخلي العميل تختارك بكل بساطة. بالنسبة بيبقى برضو في مجال السوفت سكيلز، ده بيبقى في البداية. ده بقى بتتعلم ازاي تبني بروفايل لينكد ان، تعمل سي في، ازاي شخصيتك، ازاي تتعامل مع العملاء، وان العملاء دول لو 4 انواع، ازاي تبقى عارف كل نوع فيهم وازاي ترد عليه وازاي تتعامل معاه. هو بيبقى في الاخر في كمان انجلش، وده بيعلمك كل اللي اتعلمته بالعربي بس في الانجليش. يعني مثلا انت بتتعلم ازاي تكتب ايميل، انت بقى في الانجليش بتعلم الايميل ده بالانجليش. تمام. الرد، البروبوزال، انت بتتعلم ازاي تكتب بروبوزال للعميل عشان يختارك، انت بتتعلمه بالانجليش. يبقى في معانا برضو الكوتشنج، دي بتستمر للاخر. تبقى معانا بقى دي بتعلمك بالظبط ازاي تكتب بروبوزال محترف، وازاي يبقى يعني ازاي تتحمل ضغط الشغل، وازاي تقدم في اكتر من حاجة، وازاي تشتغل. وكمان بيبقى مطلوب منك ان انت تحقق 3 جيكس، يعني ان انت تعمل 3 مشاريع، يعني اي حد يشتري منك خدمتك على اي مواقع العمل الحر، وانت تحقق ال3 دول. بس فانت لازم تتابع صفحة مبادرة رواد مصر الرقمية، وغالبا بيبقى مرتين في السنة. يعني انت لما بتقدم في 4 بتبدأ في 6 بتخلص في 12، بيبقى في راوند جديدة فتحت تقديم، غالبا مش فاكرة اوي، بيبقى في شهر 9 أو 10، وبتبدأ في آخر 12. يعني اللي هو راوند بتسلم راوند، بتبدأ في آخر 12 وتخلص على 4. فكده بالظبط. فانت بتتابع صفحة مبادرة رواد مصر الرقمية الرسمية، لأن التقديم بيفتح وبيقفل في مواعيد محددة. تجربتي الشخصية، هل تستاهل؟ عشان أكون صادقة معاكم، المنحة محتاجة التزام، كان في غياب وحضور وفي تاسكات بتتسلم ومشروع تخرج لازم بتنجح عشان تستلم الشهادة. لكن في المقابل انت بتخرج ومعاك علاقات نتوركينج كتير قوية. انت لما بتبني بروفايل لينكد ان قوي، الناس هي اللي بتطلب انك تعمل كونكت معاهم، فانت بتتعرف على ناس كتير جدا ويبقى معاك مشروع حقيقي في البورتفوليو بتاعك. والاهم من ده ان انت بتكسر ربطة ازاي تعمل مع سوق العمل. يعني بيبقى فيه رهبة كده في الاول. ففي النهاية نصيحتي ليكم، لو انت خريج وعايز تبني كارير جديد او تعمل شيفت للكارير، ما تترددش وقدم. المنحة بتبقى مجانية بالكامل ومميزاتها كتير جدا. لو عندكم اي سؤال في مسار السوفت وير تيستنج سيبولي كومنت وهرد عليكم. بالتوفيق. وده جزء بسيط من برزنتيشن. طبعا انت بتعرض وانت بتشرح وبتتسأل بس، وكله بيبقى في اللذيذ. يعني الدنيا ان شاء الله بتكون زي الفل. طبعا انا شرحت معاكم البروجكت كامل في فيديو،